بيبدأ الانمي بشاب وهو شغال وبيجي 2 من صحابه علشان يعزموه معاهم على قهوة، لكنه بيرفض لأنه لسه مخلصش الشغل اللي وراه، فبيودعوه وبيمشوا. وبيفضل الشاب ده شغال لحد لما بيتعب، وساعتها بيقرر انه يروح. لكن وهو ماشي بيبقى تعبان ومش مركز في اي حاجة، وبيعدي الطريق وهو مش واخد باله ان الاشارة كانت حمراء، وفجأة بتيجي عربية بسرعة كبيرة وبتخبطه، وللأسف الشاب ده بيموت. وفي عالم تاني بنشوف ساحر وهو ماشي في الغابة وبيلاقي طفل صغير وبيقرر انه يعتني بيه. وبعد 8 سنين بنشوف ولد وهو قاعد بيصطاد بالسحر بتاعه، وبنعرف ان اسمه شين وانه عايش مع الراجل اللي انقذه وهو صغير. وبيبدأ شين يحكي انه كان عايش على كوكب الارض لكنه مش بيبقى فاكر اي حاجة تاني. وبيرجع للبيت وهناك بيقابل الراجل اللي انقذه، وبنعرف ان اسمه ميرلين. ويبدأ شين يعرفنا ان العالم ده السحر فيه موجود، وان ميرلين هو اللي علمه السحر، وبيعرفه كمان انه لازم يتعلم المبارزة عشان يقدر يدافع عن نفسه. وبتيجي الجدة ميلدا والعم ميشيل، وبنعرف ان العم ميشيل هو اللي مسؤول عن تدريبات شين. وبعد 2 بنشوف الجد ميرلين هو وشين ماشيين في الغابة، والجد بيعرفوا انهم رايحين عشان يقتلوا شيطان، وبيعرفوا ان الشياطين عندها قوة سحرية هي كمان، وان البشر ممكن يتحولوا لشياطين في اي لحظة لو ما يقدروش يتحكموا في السحر بتاعهم. وبيطلب منه يشغل سحر البحث بتاعه، وفعلا بيبدأ شين يستخدم سحر البحث علشان يعرف مكان الشياطين. وبيتفاجئ شين لما بيحس بكل حاجة حواليهم، لكن فجأة بيحس بسحر غريب في مكان قريب منهم، فالجد بيعرفه ان ده شيطان، وبسرعة بيروحوا علشان يقتلوه، لكن شين بيتحمس وبيقتله لوحده. فبيتفاجئ الجد من اللي شين عمله. لما بيروحوا بيحكي للعم ميشيل والجدة ميلدا اللي بيتفاجئوا هما كمان. وتاني يوم بيروح الجد علشان يتكلم مع شين، وبيعرفوا انه مش جده الحقيقي، لكن شين مش بيكون متفاجئ، وكمان بيعرفوا انه كان عارف. وبيبدأ الجد يحكي له انه لما كان صغير لقاه في الغابة، وان اهله كلهم كانوا ميتين، وان المكان كله كان متدمر، وساعتها ما قدرش ينقذ حد غيره. وبيعدي الوقت وبيكبر شين، وبنشوفه وهو قاعد مع الجد والجدة والعم ميشيل، وبنعرف كمان انه كبر وبقى عنده 15 سنة. وبيبدأ كل اللي موجودين يعرضوا عليه انه يشتغل صياد للشياطين، وفعلا شين بيعجبه الفكرة، وساعتها بيقرر انه يستعرض السحر بتاعه قدامهم. وبيفتح شين بوابة سحرية، وبيروحوا المكان فاضي، وبيقرر انه يوريهم تعويذة النار. وبيبدأ شين يستخدم التعويذة بتاعته، وبيتصدم كل الموجودين من الدمار اللي بتعمله التعويذة. وبيرجعوا للبيت تاني، وهناك الملك بيعرض على الجد انه يدخل شين اكاديمية السحر، والجد بيسأل شين عن رأيه، لكن شين بيوافق على طول. وبيتفاجئ شين لما بيعرف ان اللي بيكلمه هو الملك، وان اللي موجودين معاه بيكونوا من الحرس الملكي. وبنعرف ان الولد اسمه سيج واخته اسمها كريس. وبنشوف شين وهو قاعد مصدوم، وبيسأل العم ميشيل هو كمان اذا كان مخبي عنه حاجة، وفعلا بيكتشف ان العم ميشيل كان قائد للفرسان. والجدة بتلوم الجد لانه ما قالش لشين على شخصياتهم الحقيقية. وبيبدأ الملك يحكي لشين ان في يوم من الايام ظهر اول شيطان في المملكة بتاعته، وان الشيطان ده تسبب في دمار المملكة كلها، وان اغلب الناس اللي كانوا فيها ماتوا. ساعتها اتدخل ميرلين وميلدا واستخدموا سحرهم وقدروا يقتلوا الشيطان ده. وبنعرف كمان انهم في الفترة دي كانوا متجوزين لكنهم انفصلوا. فبيتفاجئ شين تاني لان الجد معرفوش اي حاجة من الكلام ده. وبتعدي الايام وبيروحوا كلهم للمملكة، وتحديدا للبيت بتاعهم. وبيعرض الجد على شين انه ياخد جولة في المملكة، وفعلا شين بيبدأ يتمشى وهو سعيد في المكان. لكن وهو ماشي بيسمع صوت بنتين بيطلبوا المساعدة، ولما بيروح لهناك بيكتشف ان في صيادين بيتعدوا عليهم. وبيروح شين علشان يتكلم مع الصيادين، لكنهم بيرفضوا اي كلام ليه وبيحاولوا يهاجموه هو كمان، لكن شين بيقدر يتصدى ليهم بكل سهولة، وكمان بيقدر يهزمهم. فالبنتين بيشكروه لانه ساعدهم، وبيروحوا يقعدوا في مكانه وبيتعرفوا على بعض. وبنعرف ان اساميهم ماريا وسيزلين، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض. وبيفهم شين من كلامهم انهم هيقدموا في نفس الاكاديمية اللي هو هيقدم فيها. وتاني يوم بنشوف شين وهو رايح للأكاديمية عشان امتحان القبول، وفجأة بيجي ولد غريب وبيعامل شين بكل وقاحة، لكن شين مش بيدوله أي اهتمام. ساعتها الولد بيحط إيده على كتفه، لكن قبل ما يعمل أي حاجة شين بسرعة بيقوم وقعه على الأرض. فبيتعصب الولد ده جدا وبيبدأ يهدد شين. وبنعرف ان اسم الولد ده كورتو. وفجأة بيتدخل الامير وبيعرفوا ان اي تهديد عليه عقوبة، فبيمشي الولد ده وهو متضايق. وبنعرف ان الامير ده اسمه اوجست ابن الملك، وبيتعرفوا على بعض هو وشين. وبيبدأ الامتحان وبنشوف شين وسيزلين وماريا وكمان اوجست وهما بيمتحنوا. وبيدخل الطلاب غرفة التدريب، وبنشوف اللي بتختبرهم وهي بتطلب من كل واحد يخرج كل السحر اللي عنده. فبيبدأ كل طالب منهم يجرب السحر بتاعه، منهم اللي بيستخدم سحر المية وكمان اللي بيستخدم سحر النار، لكن سحرهم
سحرهم بيكون ضعيف جدا ومحدش فيهم بيقدر يدمر الهدف بتاعه. وبيجي الدور على شين اللي بيبقى قاعد متوتر وبيبدأ يعرض السحر بتاعه اللي بيدمر الأوضة كلها وبيفاجئ كل اللي موجودين. وبتظهر نتائج الاختبارات وبنعرف ان شين اخد اعلى درجة من بين كل الطلاب. وبيروح علشان يستلم الزي الرسمي بتاع الأكاديمية، واللي بتسلمه الزي بتعرفه ان الزي ده معمول عليه سحر دفاعي وان ما ينفعش حد خالص يغيره. فبيقرر بطلنا يغيره. وفي مكان تاني بنشوف كورت اللي بيبقى متعصب جدا لان شين اخد المركز الاول منه. وبنرجع لشين اللي بيعرف ان السحر اللي موجود على الزي بتاعه سحر دفاعي وبيصد الصدمات. فبيقرر شين يزود عليه سحر الشفاء التلقائي. وفعلا شين بيقدر يزود السحر اللي هو عايزه. وفي يوم التكريم بنشوفه وهو قاعد متوتر وبيرحب كل اللي موجودين بيه، لكن كورت بيبقى متضايق وغيران منه جدا. وبعد التكريم بنشوف سيزلين اللي بيبقى باين عليها انها خايفة جدا. وبتروح ماريا علشان تتكلم مع شين وبتعرفه ان في ولد بيضايق سيزلين وبيهددها. فبيستغرب شين وبيسألها مين هو الشخص ده، وفجأة بيظهر كورت وبنعرف ان هو الشخص اللي بيهدد سيزلين. وبنشوف ان سيزلين خايفة جدا، ولما كورت بيقرب منها شين بيمنعه. لكن كورت بيتضايق وبيقول لهم ان سيزلين خطيبته، لكن سيزلين بتقول عكس كده. وبتعرفهم ان هو اتقدم لها مرة لكن هي رفضته، ومن ساعتها وهو بيهددها ان هو هيطرد باباها من الشغل. فبيتدخل الامير اوجست تاني وبيعرفه انه بكده بيعارض قوانين العيلة الملكية وانه هيتعاقب، واحتمال كبير كمان باباه يطرد من شغله. فبيخاف كورت وبيمشي من المكان. وساعتها كل الموجودين بيشكروا الامير اوجست على اللي عمله، وبيفضلوا قلقانين لان كورت ممكن يعمل حاجة. وساعتها شين بيجيله فكرة وبيقرر ياخدهم ويروحوا للبيت. وبنشوف ثور ويوليوس حراس الامير اللي بيقرروا انهم يروحوا معاهم. وفعلا بيوصلوا للبيت، وهناك بيستأذن شين الجدة انه يغير السحر اللي على الزي بتاع سيزلين ويخليه اقوى. لكن الجدة بترفض الطلب بتاعه وبتعرفه ان السحر ده يعتبر كنز وطن وما ينفعش حد يعدل عليه. فبتحزن سيزلين وبتبقى رايحة تمشي، لكن الجدة بتوقفها وبتعرفها انها تستاهل ان السحر بتاعها يتغير. وبيبدأ شين في تغيير السحر وبيتفاجئ كل الموجودين من مهاراته. لكن الملك بيقول لهم ان اللي حصل ده لازم محدش يعرف عنه اي حاجة علشان الجيش ما يستغلش السحر ده في الحروب. وبنعرف ان شين عمل السحر ده لباقي اصحابه، لكن ماريا هي الوحيدة اللي رفضت. وبيفتح بوابة سحرية وبيروحوا للبيت القديم، لكنهم بيكونوا متفاجئين لانهم اول مرة يشوفوا سحر زي ده. وبيفهمهم شين انه ما يقدرش يفتح البوابة دي في اي مكان. وبيقول لهم ان السحر ده بيربط مكانين ببعض بس ما يقدرش يستخدمه غير لما يكون زار المكان ده قبل كده. وتاني يوم بنشوف شين وهو ماشي مع ماريا وسيزلين وبيكون مشغل سحر البحث بتاعه علشان لو في اي خطر قرب منهم. وبيوصلوا الأكاديمية وبتبدأ أول حصة ليهم. وبيبدأ المدرس يعرفهم ان الأكاديمية بتعمل دراسات مختلفة عن السحر، منها طريقة صناعة الأدوات السحرية وطريقة الهجوم بالسحر وغيرها كتير. وبنروح لقصر الملك وبنشوف 2 من المحققين وهم قاعدين معاه متوترين، وبيعرفونا أعداد الشياطين بدأت تكتر في المنطقة، وإن دي أول مرة يلاقوا شياطين بالعدد ده، وبيبقوا شاكين إن في حد ورا كل ده. فبيطلب الملك منهم إنهم يجمعوا أحسن صيادين في المملكة ويروحوا يحققوا في الموضوع ده. وبنروح لبيت كورت وبنشوف باباه وهو داخل عليه متعصب جدا بسبب اللي عمله في الأكاديمية، وبيفضل يزعق معاه وبيعرفه إن الملك بعتله إنذار. هو بيتعصب كورت جدا وبيفقد السيطرة على نفسه وبيبدأ يزعق لأبوه، لكن أبوه بيطلب الحراس اللي بيأمرهم إن هم يحبسوه في الأوضة. وتاني يوم بيعرف شين إن كورت متعاقب، وبيبدأ شين يسأل أصحابه هو ليه كورت بيتصرف كده. فبيرد عليه يوليوس وبيعرفه إن كورت بيتصرف كده من زمان. فبيقطعوا صوره وبيقولوا إن تصرفاته اتغيرت لما بدأ يروح للساحر أوليفر، وبيقول لهم إن أوليفر ده اشتغل في الأكاديمية كمدرس للسحر، وقال لهم إنه اتنفى من الإمبراطورية بتاعته وإنه معرفش حد سبب النفي بتاعه. كمان بيقول إنه أعمى لأنه لابس حاجة على عينه. طلب منهم ينضموا لفريق السحر بتاعه لكنهم رفضوا. في الوقت ده بنشوف شخص غريب داخل لبيت كورت، والأم بتفضل تتوسل ليه علشان يعالج ابنها. وبنعرف إن الشخص ده هو نفسه الساحر أوليفر اللي كانوا بيتكلموا عليه. وبيروح أوليفر للأوضة اللي كورت محبوس فيها وبيقفل الباب عليهم. وساعتها كورت بيبدأ يتكلم معاه وبيعرفه إنه لازم ينتقم من شين. فبيستخدم أوليفر السحر بتاعه وبيعمل حاجة غريبة جدا لكورت، وبتبدأ عينه تحمر جامد. وساعتها أوليفر بيخرج من البيت وبيسيبه وبيمشي. وبنشوف شين وأصحابه وهم قاعدين بيتمشوا في الأكاديمية، وفجأة شين بيحس بخطر بيقرب عليهم، وبيظهر كارت من وسط الغابة وبيبدأ يهاجمهم بالسحر بتاعه.
لكن شين بسرعة بيقدر يتصرف وبيحمي باقي اصحابه، لكن ايده بتتحرق وساعتها بيستخدم السحر اللي موجود في الزي بتاعه. وفجأة السحر بيزيد عند كارت وبيطلع قوة كبيرة جدا وبيخاف كل اللي موجودين منه. ساعتها بيعرفهم شين انه اتحول لشيطان وانهم لازم يهربوا من المكان ده بسرعة. وبنشوف ان كارت ما بقاش مسيطر على نفسه خالص، وشين بيبدأ يهاجمه لكنه مش بيبقى عايز يأذيه، لكن كارت بيجمع كل القوة السحرية اللي عنده علشان يفجر الأكاديمية كلها. فبيقرر شين انه لازم يقتل كورت، وبيطلع السيف بتاعه بسرعة وبيبدأ يهاجم كورت وفعلا بيقدر يقتله. وبيحس شين بالندم جدا لانه اول مرة يقتل بشري. وبنلاحظ ان اوليفر واقف على السطح وبيراقب كل حاجة. وتاني يوم بنلاحظ ان شين لسه متضايق، فبيسأله اوجست عن اللي مضايقه، فبيرد عليه شين وبيقوله ان صعب اي حد يتحول لشيطان. فبيتدخل سور وبيقول لهم ان حصل كده من فترة وان في ساحر اتحول لشيطان، لكن شين بيكون شاكك ان في حد ورا التحول بتاع كورت ده. وبيفتكر كلام جده لما قاله ان الشياطين صعب يتحكموا في عقلهم او يحسوا باي حاجة، لكنه لاحظ ان كورت كان بيتكلم وكمان بيتألم قدامه. وبالليل كلهم بيتجمعوا في بيت الجد وبنشوف ان الملك موجود هو كمان، وبيشكر شين لانه انقذ الاكاديمية وبيقرر انه يديله وسام لشجاعته. فبيعترض الجد على كلام الملك وبيكون رافض ان شين يتكرم، وده علشان مفيش حد يستغله من القوات العسكرية او السياسية. لكن الملك بيعرفه ان المملكة كلها عرفت اللي شين عمله، وانه لو ما تكرمش الناس كلها تبدأ تشك في الملك بتاعهم. وفعلا بيوافق الجد لكن بشرط، وبيقول له ان لو شين دخل في اي حاجة سياسية او عسكرية هيسيبوا المملكة كلها ويمشوا. وتاني يوم شين بيبقى ماشي هو وماريا وسيزلين، وبنعرف منهم ان الملك امر ان محدش يعرف شخصية الشيطان الحقيقية، وان مفيش حد غيرهم يعرف ان كورتو هو اللي اتحول لشيطان. وبنروح للملك هو واللي معاه، وبيعرفهم ان شين هو اللي قتل الشيطان اللي اتحول، وان الشيطان ده هو كورت. وكمان بيعرفهم ان شين متأكد ان في حد ورا التحول ده، فبيقرروا انهم لازم يجيبوا الشخص ده مهما حصل. وفي الاكاديمية بنشوف طالبين جداد بينضموا للفصل بتاع شين وبيبدأوا يعرفوا عن نفسهم. وبنعرف ان الولد اسمه مارك ابن صاحب اشهر حداد في المملكة، وان البنت بيكون اسمها اوليفيا وباباها هو كمان صاحب اكبر مطعم في المملكة. فبيرحب بيهم كل اللي موجودين وبيحبوهم جدا. وكمان شين بيستغل مارك وبيطلب منه انه يعمل شوية تعديلات على السيف بتاعه، لكن مارك بيقوله ان السيف بتاعه قوي جدا وانه مش محتاج اي تعديلات. فشين بيعرفه ان ده مجرد سيف عادي، وانه دمج السحر بتاعه معاه وخلاه قوي جدا. ساعتها مارك بيوافق انه يعمل له اي تعديلات هو عايزها. وبنروح لاتنين من الشرطة اللي بيعرفوا ان اوليفر زار كارت قبل ما يتحول بيوم، فبيقرروا انهم يروحوا يحققوا معاه. وفعلا بيقابلوا اوليفر وبيبدأ اوليفر يتكلم معاهم وبيعرفهم انه اتنفى من الامبراطورية وفقد عينه بسبب الصراع على عرش الملك. فبيسألوه هو ليه قدم في أكاديمية السحر، فبيعرفهم انه كان حابب يعلم الطلاب اكتر عن اي مجال يحبوه. وكمان بيعرفهم ان الطلاب اللي بدأ يدرس لهم مستواهم اتحسن في كل حاجة، وكمان درجاتهم كانت اعلى. فبيبدأوا يستدرجوه في الكلام وبيعرفوه ان اللي اتحول لشيطان كان واحد من طلابه. وبيقع اوليفر في الفخ اللي كانوا عاملينه وبيقول لهم انه ما كانش متخيل ان في يوم من الايام يحصل حاجة زي دي لكورت. فبيطلبوا منه انه يروح معاهم علشان يحللوا الجسد الشيطاني بتاع كورت، وبيعرفوه انهم بيجمعوا احسن السحرة في المملكة علشان يعرفوا السر ورا كل ده. وبيقتنع اوليفر بكلامهم وبيروح معاهم. وفي مطعم الاكاديمية بنلاقي شين واصحابه وهم بيفكروا ازاي هيخلوا السيف بتاعه قوي جدا. وفي مكان تاني بنشوف اوليفر هو والحراس اللي كانوا معاه وهم ماشيين في نفق في مكان غريب. ساعتها اوليفر بيحس ان في حاجة غريبة وبيبدأ يسألهم هم ليه جايبينه للمكان ده. وفجأة بتدخل كمية كبيرة جدا من الفرسان، وبيعرف اوليفر ان كل ده كان كمين معمول ليه، لكنه بيبقى هادي جدا وكأن مفيش حاجة حصلت. وبيبدأ يسألهم هما ازاي عرفوا ان هو السبب ورا كل ده، وبيبدأوا يعرفوه ان هو غلط غلطة وحيدة بس، وان الغلطة دي هي السبب ورا كل ده. وبيبدأوا يعرفوه ان الملك كان اصدر قرار وان محدش عرف خالص ان كورت هو اللي اتحول لشيطان، لكنهم اتفاجئوا انه كان عارف لما راحوا له البيت. فبيتفاجئ اوليفر من ذكائهم وبيبدأ يستفزهم وبيعرفهم ان كورت كان واحد من التجارب بتوعه. فبيتضايق الشرطي جدا وبيأمر الحراس انهم يهاجموه. في الوقت ده بنشوف شين هو واصحابه وهم رايحين علشان يعملوا السيف بتاعه،
وفجأة بيتدمر الجدار من جنبهم، وبنعرف ان السبب ورا الدمار ده هو اوليفر. وواحد من الحراس بيعرف شين ان اوليفر هو السبب ورا التحول بتاع كورت، فبيتعصب شين جدا لما بيعرف الكلام ده، وبيبدأ يهاجم اوليفر بكل السحر بتاعه. لكن اوليفر بيكون ساحر قوي جدا وبيقدر يتصدى لضربات شين كلها، فبيهاجموا شين بالسيف بتاعه وبيقدر يكسر النضارة اللي مخبيه عينه. فبيتعصب اوليفر جدا بسبب اللي شين عمله. بنشوف عين اوليفر اللي بتبقى كلها حمرا، ويتصدم كل اللي موجودين ان اوليفر شيطان. فبيرمي شين عليه تعويذة لكنها مش بتيجي فيه، وبيفضل اوليفر يتريق عليه. لكن شين مش بيكون قاصد ان السحر يجي فيه من الاساس، وان هدفه كان يطلع السحر بتاعه بره. وبنلاحظ ان اشعة الشمس بدأت تتجمع على السحر بتاع شين، وفجأة اشعة الشمس كلها بتتجمع وبتضرب اوليفر وبتعمل انفجار كبير في المكان. وبينبهر كل اللي موجودين من اللي شين عمله، لكن شين بيبقى حاسس ان اوليفر لسه ما ماتش. وبيكملوا طريقهم للورشة، ولما بيوصلوا هناك والد مارك بيرحب بيهم جدا هو وابنه، فبيعرفوا شين على السيف اللي هو عايز يعمله. فبيوافق والد مارك وبيقول له ان هو هيحاول يعمله. وبالليل في الامبراطورية اللي جنب المملكة بنشوف الامبراطور هو واحد معاه، والشخص ده بيعرفه اخبار المملكة. وبنعرف ان الشخص ده اسمه زيست، وبيبدأ زيست يقول له ان احوال المملكة متدمرة بسبب الشياطين، وبيعرفوا ان ده انسب وقت يحتل فيه المملكة. فبيفرح الامبراطور جدا وبيسيبه وبيمشي. وتاني يوم بنشوف شين هو واصحابه وهما متجمعين في الاكاديمية، وبيبدأ شين يقول لهم انهم لازم يطوروا السحر بتاعهم ويبقوا اقوى علشان اللي حصل في الفترة الاخيرة. وبيعرفهم ان هو هيكون المسؤول عن تدريبهم. وبيبدأ شين يستعرض القوة السحرية بتاعته قدامهم، وبنلاحظ ان شين قوي جدا والقوة السحرية بتأثر على الاكاديمية بتاعته كلها. وبيعرفهم ان ده اقصى حد ممكن يوصلوا له في القوة السحرية، لكنه بيحذرهم وبيقول لهم انهم لو ما قدروش يتحكموا في السحر بتاعهم ممكن يتحولوا لشياطين. وبيعرفهم ان اول تدريب ليهم هيكون عن التحكم في القوة السحرية. وفي الامبراطورية بنشوف اوليفر اللي بيكون لسه عايش، لكن بيبان عليه ان هو متأذي جامد بسبب الهجوم بتاع شين. وبنعرف كمان ان زيست واحد من الجواسيس اللي شغالين مع اوليفر. وفي الورشة بنعرف ان والد مارك عمل لشين سيف قوي جدا، وبيتفاجئ شين لما بيشوف السيف قدامه وبيفرح بيه كمان. ولما بيخرجوا من الورشة اوجست بيعرف شين ان الحرب قربت تبدأ، وان مدرسة الفرسان ومدرسة السحر هيتحدوا علشان يشاركوا في الحرب. ولما شين بيعرف انهم هيشاركوا في الحرب بيقرر هو كمان ينضم ليهم. وتاني يوم بنشوف معسكر المملكة اللي بيكونوا دخلوا معركة مع الامبراطورية، وبنشوف ان قائد فريق الفرسان وقائد فريق السحرة بيكونوا استعدوا للحرب وحطوا خطتهم كمان. وفي المعسكر بتاع الامبراطور بنشوفه وهو متعصب على الحراس بتوعه، وبيقول لهم ازاي جيش المملكة كان مستنيهم على الحدود وهم كانوا مشغولين بالشياطين. وفجأة الامبراطور بيسألهم عن مكان زيست، لكنهم بيعرفوه ان هو اختفى امبارح. ساعتها بيعرف الامبراطور ان زيست خاين وهو السبب ورا خسارتهم. وفجأة بيدخل واحد من الجنود عليهم وبيقول للامبراطور ان الشياطين ظهرت بكمية كبيرة في الامبراطورية. فبيقرر الامبراطور يرجع عشان يحمي الامبراطورية بتاعته. وفعلا بنشوف الشياطين اللي بتبقى على شكل حيوانات وهم بيدمروا في المكان وبيقتلوا كل اللي موجودين. وفجأة بيظهر اوليفر هو والمساعدة بتاعته اللي بنكتشف انه حولها لشيطان هي كمان. وبيقرروا يروحوا يستنوا الامبراطور في القلعة بتاعته. وبيوصل الخبر لقائد الفرسان وبيقرر هو كمان انه ينسحب علشان ياخد رأي الملك. وبيوصل الامبراطور للقلعة بتاعته وبيكون متعصب بسبب الدمار اللي حصل في المدينة. وبيدخل الامبراطور للأوضة بتاعته وبيتفاجئ ان اوليفر كان قاعد مستنيه، فبيستخدم اوليفر السحر بتاعه وبيقتله. وبنشوف ان قائد الفرسان هو واللي معاه رجعوا للمملكة، وبيعرفوا كل اللي موجودين انهم شافوا عدد كبير جدا من الشياطين، وانهم شاكين ان اوليفر لسه عايش وانه السبب ورا كل اللي بيحصل ده. وقدام الأكاديمية بنعرف ان كل 4 من مدرسة الفرسان هيتحدوا مع 4 من مدرسة السحرة، وان ده هيكون اول تدريب ليهم مع بعض. وبنشوف مجموعة من مدرسة الفرسان وهم متضايقين لانهم هيبقوا معاشين في نفس الفريق، وبيركبوا العربية وهم مش طايقين بعض خالص. والفرسان بيبدأوا يعرفوا عن نفسهم، وبنعرف ان الولد ده اسمه كنت والبنت اللي جنبه اسمها ميراندا. وكمان بنشوف كريس الاول على مدرسة الفرسان، وبنعرف ان الاخير اسمه نيون. فبيسألهم شين اذا كانوا قتلوا شيطان قبل كده، فبتتضايق ميراندا لانها بتحس ان هو بيتريق عليهم. وبيتدخل كريس وبيفضل يتريق على مدرسة السحرة، فبيتضايق الامير اوجست منهم وبيعرفهم ان مدرسة السحرة مش هتتدخل معاهم في التدريب ده، وانهم هيسيبوهم يقتلوا الشياطين لوحدهم. وبيوصلوا للغابة وبيلاقوا سيج وكريس موجودين هناك، وبيعرفوهم انهم هيكونوا مسؤولين على الاشراف عليهم. وبيبدأوا يدوروا على الشياطين في الغابة. وكمان شين بيشغل سحر البحث بتاعه، وبيعرف شين ان في شيطان جاي عليهم
عليهم وبيعرف الفرسان عشان يستعدوا. وفعلا الفرسان بيستعدوا لكنهم بيكونوا متوترين جدا وخايفين، وبيبدأ الشيطان يهاجمهم ويكون على شكل خنزير، وبنشوف ان الفرسان خايفين يعملوا حاجة، والخنزير ده بيوقعهم كلهم على الارض. وقبل ما يقتل حد فيهم بيتدخل شين بسرعة وبيقتله بضربة واحدة. وبتبدأ كريس تتكلم معاهم وبتعرفهم ان الشيطان ده كان اصغر واحد في الشياطين وكمان اضعفهم، وانه بكده مفيش فرصة قدامهم انهم يقتلوا اي حاجة او يشاركوا في الحرب حتى. وهنا بيقرروا انهم يتحدوا مع مدرسة السحرة، وبتيجي سيزلين عشان تعالجهم بالسحر بتاعها. وفجأة شين بيحس بخطر كبير جاي عليهم وبيعرف ان في عدد كبير جدا من الشياطين هيهاجمهم، وساعتها بيطلب من سيج ان هو هيهتم بكل اللي جايين دول. وبنلاحظ 2 من الفرسان هم بيهربوا من العدد الكبير اللي جاي وراهم من الشياطين، وبنشوف الشياطين اللي بيقربوا منهم جامد، وبيبدأ شين يستخدم السحر بتاعه وبيدمجه مع الطبيعة، وبيبدأ شين يهاجمهم وبيدمر المكان كله وبيقتل كل الشياطين. وبيبان على كل الموجودين انهم مصدومين من قوته وانه قتل الشياطين دول كلها بضربة واحدة. وهنقف لحد هنا، ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان تشوف باقي الملخص، وكمان تشوف ملخصات تانية جديدة.